السلام عليكم ورحمة الله. المهم بغيت نشرح لكم على حساب الأثمنة ديال الحوت. مؤخرا شاهدنا في الانترنت بلي الثمن رخيص ديال السردين تيدير غير 5 دراهم. على حساب انه راه يعني هذاك السيد يعني من تيخفض الاسعار بهذيك الطريقه انه تيربح من جهات اخرى. اللي بغيت نشير ليه بلي انه مزيان انه الناس هادو يكثروا في السوق. واخا انهم يديروا فيديوهات من الانترنت وانهم يربحوا من اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك وتويتر وبزاف ديال المواقع في الانترنت. مزيان يعني يقدروا انهم يربحوا، ولكن بالنسبه لنا انه يكثروا هذا النوع ديال الاشخاص هادو في السوق، باش انه المواطن المغربي انه يستافد من هذا السوق وانه نقدروا نربحوا. هذه الطريقه زوينه ديال الحوت ب5 دراهم. التجربه اللي دار هذا السيد هذا زوينه، انه ملي كيدير 5 دراهم كيبيع في المحل بكثره، كيجيو عنده الناس بزاف وكيربح في الانترنت ملي كيقوم بالتصوير ديال ديك المحتوى، ملي كيسوق بالمحتوى في الانترنت يعني بالمشاهدات. الفيديو غادو كيحقق واحد المشاهدات، كيكون عنده واحد الدخل اضافي من 5 دراهم، كيجيو عنده واحد الزبائن بزاف، رغم ان الهامش كيكون ديال الربح ضعيف، مثلا واحد درهم، ولكن كيبيع كميه بزاف، زائد انه كيسوق لنا الانترنت. واللي بغيت نشير ليه هو انه بالنسبه للثمن واخا تيكون منخفض مثلا 5 دراهم، انه تيربح مثلا واحد الهامش اللي قليل هو درهم، ولكن انه تيجيب واحد النسبه كبيره ديال الاسماك باش ان المواطنين يستافدوا من ثمن رخيص، وانه ملي تيجيب واحد الكميه كبيره انه تيربح. يعني واخا تشوفوا ان مثلا درهم في الكيلو، انه ما يعني مع المبيعات كثيره انه تيزيد يربح اكثر، وانه عنده مداخل اخرى عاوتاني من الانترنت، يعني من الفيسبوك والواتساب وتويتر والانستغرام، وهذه يعني تدخل مداخل اخرى هامشيه تكون، ولكن مداخل كبيره، يعني تحقق واحد المشاهدات اللي كبيره بزاف. وما كرهناش بلي ان الناس يستافدوا من هاد الناس هادو، يستافدوا من هاد الافكار هادو، حتى هما يديروا بحالهم، وانهم ينقصوا شي شويه باش يقدر المواطن المغربي اللي ضعيف شويه ماديا انه يقدر يشري هذا النوع من الاسماك. ونطلبوا الله خير.